الحمد لله ربنا كرمني وأول مرة أكسب في حياتي، وأول مرة أكسب عشان الكورة يعني. الحمد لله. عاوز تعرف أنا كسبت إيه؟ كمل الفيديو للآخر. أول حاجة كسبت بسبب كأس العالم للأندية، ويمكن أول مشجع يكسب بسبب كأس العالم للأندية. أولا أنا راجل بصلي الحمد لله. الفرض الوحيد اللي ما كنتش أصليه الفجر، بصليه لما أصحى. أول ما بصحى كده قبل ما أطلع الدوام بصلي بس. فجاء أول ماتش في البطولة يكون ماتش الأهلي، كان الساعة 3. طبعا بنام بدري، مش بدري جوه بسبب الدوام يعني. فالحمد لله ظبطت المنبه وقلت أبقى أصحى أسمع الماتش. ظبط المنبه وقمت، نمت نوم متقلب يعني، اللي هو نوم قلق، ما نمتش اللي هو النوم العميق. وقمت شغلت التلفزيون وسمعت الماتش. خلص الشوط الأول يدن الفجر، قمت اتوضيت والحمد لله صليت الفجر. ومن فترة يمكن أول مرة أصلي الفجر حاضر يعني. فجيت أنا وبصلي، بعد ما صليت والحمد لله وسلمت من الصلاة، بيني وبين نفسي قلت إيه الحقارة اللي أنا فيها دي؟ يعني إيه الحقارة اللي أنا فيها دي؟ أنا ظبطت المنبه وقمت، كله ده بسبب ماتش كورة. طب هو أنا ما أقدرش أظبط المنبه كل يوم وأقوم بسبب صلاة الفجر؟ أقسم بربي هو ده اللي دار بيني وبين نفسي. استحقرت نفسي إن أنا بظبط المنبه عشان أقوم الساعة 3 أسمع ماتش كورة. مهما كان الكورة، أي نعم بنحب الكورة، بس ما فيش حد هيحب حاجة أكتر من ربنا يعني. وإن نعمل الفرض اللي ربنا جايلنا عليه وأمرنا بيه. والحمد لله حطيتها نقطة قدامي وهدف قدامي. اللي أنا أعمله، اللي أنا عملته عشان خاطر ماتش كورة، لا ده أنا هعمله عشان خاطر ربنا، عشان خاطر فرض ربنا. والحمد لله، الحمد لله أكبر مكسب كسبته في حياتي. من يوم المباراة دي لحد دلوقتي، أو الأهلي لعب 3 ماتشات وتهزم وما صعدش ورجع مصر، بس الحمد لله لغاية دلوقتي دايما في صلاة الفجر بظبط المنبه أو ظبط المنبه طوال الأسبوع متكرر، وبصحيني وقت الصلاة. أصحى أصلي الفجر وأنام تاني. مفيش حاجة دايمة. الحاجة الوحيدة اللي دايما لك عملك، صلاتك. غير كده مفيش حاجة دايما لك. شجع كورة وحب الأهلي بس بكل احترام، بس ما تنساش أهم حاجة، فرض ربنا. لو جا مباراة، لو جت مباراة وفرض ربنا أذن، خلاص فرض ربنا أولى بأي حاجة. وده كان أكبر وأعظم مكسب كسبته في حياتي.